سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بخير. واليوم باذن الله حبيت نشارك معكم كرات بطاطا بالفيون داشي، وصفه بزاف سهله وبلا زيت. على بالي باللي في رمضان كامل نحبوا نيفيتيو الزيت والقليان مع الفطور، دونك هذه الوصفه هي اللي راح تساعدكم. شوفوا كيفاش تجي، الله يبارك، مفرمجه بزاف بنينه، والبطاطا اللي فيها رايحين نوجدوها بطريقه مختلفه هذه المره. دونك ريسات بزاف سهله بزاف بنينه، تبعوا معايا لا ريسات. دونك اول حاجه درتها قشرت البطاطا تاعي، قطعتها ما هي رقيقه ما هي خشينه، وخليتها تغلي حتى 2 دقائق، يعني ما طابتش مليح مي دخلها شويه برك الطياب. حطيتها لهنا اكوتي، حطيت لها شويه تاع الدبشه شويه تاع المعدنوس، حطيت لها 2 حبات تاع الثوم ربيتهم، وهنا حطيت لي زيبيس تاع الشاورما مع شويه تاع الكمون شويه تاع الملح. دونك لي زيبيس تقدري ديري واللي حبيتي ولا اللي كان متوفر عندك. هذوما لي زيبيس اللي خيرتهم. راح نحط لها قيس 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون، تقدري تبدليهم بزيت عادي كيما حبيتو. ولهنا راح نبدا نخلط مليح مليح البطاطا تاعي في لي زيبيس، في الدبشه والمعدنوس اللي حطيتهم مع الزيت. دونك راح نحركهم شويه برك، ومن بعد راح نحطهم في الفور، دونك بلا قليان بلا حتى حاجه، باش تعطينا هذاك الذوق اللي يقرمش من برا طري من داخل. هنايا راح نجيب البلاطو تاعي تاع البلاطو تاع اللي يدخل الفور نورمال، كنت ديجا حطيت فيه بابي كويسون. وهنايا راح نحط البطاطا تاعي فيه كيما راح تشوفوا، ورايحه نفرشها يعني على كامل البلاطو تاعي. الفور تاعي كنت ديجا شعلته من تحته، نخليه حتى وين يكون سخون مليح، ندخل عليه البطاطا تاعي غير وين نشوفها باللي سي بون نشفت من تحت، راح نعاود نشعل عليها من فوق. اذا كان الفور تاعك ما يشعلش من فوق، تقدري غير تقلبيها برك بالمغرف، تخرجي البلاطو تقلبيها بالمغرف وتعاودي تدخليها. دونك خطوات بزاف ساهلين ورسات بزاف بزاف سهله. البطاطا هنا راح تخرج لكم بزاف بزاف بنينه، على قد ما كثرتوا لها لي زيبيس وحطيتوا فيها زيت زيتون راح تجيكم بزاف بنينه. دونك لهنا راح نكمل نستفا كيما راكم تشوفوا ونحطها في الفور. نولي الفيونداشي تاعي. دونك هنايا في مقله حطيت شويه تاع الزيت، غير سخن لي شويه، رايحه نذبل فيه 2 سنات تاع الثوم كيما راكم تشوفوا. بيان سور انا حطيت زيت نورمال، حبيتي تحطي زيت زيتون تقدري تيتيليزي زيت زيتون، يجيكم ثاني بزاف بزاف بنين. انا جوست كي حطيته في البطاطا ما حبيتش نزيد نحطوه هنايا. هنا راح ننزل عليه ديريكتومون كميه تاع الفيونداشي تاعي اللي كانت عندي. دونك راح نحلها شويه، نعاود نحط عليها نفس لي زيبيس اللي كنت حطيتهم في البطاطا، شويه تاع الملح شويه تاع لي زيبيس شاورما، وشويه تاع الكمون. فوالا دوك راح نحط منهم كميه كميه كامل، ونغطي على الفيونداشي تاعي ونخليها حتى وين تبدا تطلق الماء تاعها. دونك فوالا هذه استوس بزاف بزاف مليحه، انكم تحطوا الفيونداشي تاعكم قبل البصله، يعني ما تقليوش البصله ومن بعد تزيدوا عليها الفيونداشي في لي غراتون. هكذا الفيونداشي تاعكم راح تجي بزاف بزاف بنينه وما يجيش الذوق تاع البصله هو اللي طاغي. هنايا كما راكم تشوفوا راني نحل في الفيونداشي تاعي غير بشويه باش نغطيها ونخليها نقص على النار ونخليها. في هذاك الوقت ديجا انا كنت قطعت شويه تاع الدبشه شويه تاع المعدنوس، وكنت ديجا قطعت البصله رقيقه وفلفل رقيق. فلفل بيان سور تحبوا ديروه تحبوا تنحيوه كيما حبيتوا، مي يجيكم بزاف بزاف بنين. دونك هنايا زدت شويه تاع فلفل خضر شويه تاع البصله، خليتهم غير وين تقلاو، وزدت عليهم كاس تاع الحليب، ماشي كريم فريش مي جوست حليب برك. دونك راح نخلطهم شويه ونخلي حتى وين يبدا برك يغلي الحليب، راح نطفي عليها ونخليها تبرد. هنا البطاطا شوفوا كيفاش راهي باينه بلي من برا راهي تقرمش، يعني نشفت، ما تبقاش تبان بلي مغليه ولا لا لا بالعكس راح تجيكم بزاف بنينه. دونك ديريكتومون حنحطها في البلاطو اللي حندخلو للفور، البلاطو تاع الكراتان تاعنا. هنا قطعت عليها شويه تاع زيتون كحل، راح نزيد لها شويه تاع فرماج تارتيني، اوتيليزيت فرماج تاع المراعي راكم تشوفوا فيه بزاف بزاف بنين. ومن بعد راح نحط عليها ديريكتومون الفيونداشي تاعنا بلا صوص وبكلش. هنا الفرماج راح نوتيليزي 2 انواع شيداريل ونابولي. دونك راح نربيهم ونحطهم من فوق، ندخل البلاطو تاعي للفور حتى وين يذوب لي الفرماج ونخرجه. دونك هاي ليكم وصفه بزاف سهله بزاف بنينه بتجيكم ما شاء الله روعه، ما فيهاش زيت ما فيهاش قليان، يعني هذاك واش نحبوا في رمضان. دونك هذه لا ريسيت تاعنا تاع نهار اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي ابوني وتخليوا لي جيم كومونتير. نخليكم في امان الله.